إذا أردنا أن الله يرحمنا أيضا كذلك نتراحم بيننا البين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نزع من قلبه الرحمة فهو شقي. شقي، أعوذ بالله أن تكون شقيا في هذه الدنيا. فينبغي على هذه الأوضاع المادية وفي كل المجالات ينبغي أن نتراحم بيننا البين. ينبغي على التجار أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الناس. والله بعضهم ربما الإيجار يكون 60,000 70,000 وراتبه 90,000 أو 100,000، من أين يأتي بالباقي؟ فإذا أتى بالمواد الغذائية ما كفاه شيء. فهل تضغطون على الناس حتى يسرقوا أو يرتشوا فيكون بيننا تراحم؟ أنا لا أقول لك اجعله مجانا، لكن يكون في قلبك الرحمة. حتى شراك للبضائع يكون بالمعقول، ترفع السعر بالمعقول وليس بالمجنون كحال بعض التجار. والله يشم يستروح فقط أن هناك رفع قليلا من السعر، قد رفع من عندي مع أن الأرباح عنده أضعاف. ولهذا اسألوا كثيرا من التجار، أنا لا أتهمهم جميعا، اسألوا كثيرا من التجار: هل تجد بركة في مالك؟ هل تجد؟ ما تجد بركة. الغالب فيه ما تجد فيه بركة. بعضهم أفلس، وبعضهم حالته في الضنك، وبعضهم لأنه ربما يصاب بدعوات. فينبغي علينا أن نتراحم بيننا البين في مثل هذه الأوضاع. ما ينظر أحدنا إلى كيس الآخر وينظر كيف يأخذ المال جميعا، سواء كان على مستوى التجارة أو غير ذلك. حتى إذا تذهب إلى أي شيء، إلى أي مكان ففيه مال وفيه نقود، تجد أنه بعضهم لا يرحم بعضا. فاتقوا الله، نتراحم بيننا البين لعل الله عز وجل يرحمنا ويكشف ما بنا من غم وما بنا من كرب من هذه الأمور. فينبغي على المسلم أن يرحم أخاه المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني صبعك لو أصيبت بجرح ولم تنم من الليل من الحمى والتعب، فسائر أعضائك يتفاعلون مع هذا العضو الصغير. فمثلك النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وأنت وإخوانك المسلمون. فأخوك الفقير ارحمه يا أخي، تجاوز عنه. بعضهم ربما شيء من الأشياء الضرورية في الأكل كالطماطم وغير ذلك يطلب منك ويترجاك، والناس على هيئاتهم، يطلب منك ويترجاك أن تعطيه حبة أو 2 ويعطيك 50 ريال. لا، عادوا ما كف الميزان، ولا بد أن تذبحه وتعطيه وأنت عندك من الأرباح. يا أخي لعل الله عز وجل يجعل البركة في مالك. في دعوة يدعو لك فقير ويقول: أسأل الله أن يفرجها عنك، أسأل الله أن يبارك في مالك. فلا بد أن نتراحم في مثل هذا الوضع. غلاء فاحش وجنون ارتفاع العملة وهبوط عملتنا وغلاء في كل شيء. طيب ذاك المتقاعد ماذا يعمل؟ وذاك الذي يعمل يوما ولا يعمل أياما ماذا يعمل؟ يسرق؟ ماذا يعمل؟ ما الحل؟ الحل أننا نتراحم بيننا البين. أنا لا أقول لك، بعضهم يفهم خطأ، لا أقول لك بيع مجانا، وإن بعت مجانا جزاك الله خير تجاوز عن بعضهم، ما أقول عن الكل، لكن لو أنقصت من السعر قليلا راعيت أحوال الناس. والله بعضهم حاله يظهر عليه الاحترام والأدب، وليس قضية تسول كحال كثير من المتسولين الآن. تذهب مكان الصرافة، تذهب سوق الصيد، تذهب إلى الخضار، تذهب ومرافقونك وحراسك 10، أول ما تلتفت يقول لك أعطينا. هؤلاء دعهم، إن شئت أعطيتهم وإن شئت. لكن أنا أقول لك للناس الذي تراهم وربما ترى قد أنقص عليه شيئا، ارحموا. لا يعني تجعل هذا الأمر يكون ثقيلا عليه، يذهب إلى أولاده وما عنده شيء. فالرحمة عبادة.